انتوا شايفين صورة ايه دلوقتي؟ ولد ماسك كتاب مقدس. ايه كمان؟ ولد مركز، عينيه مفتوحة خالص. ايه كمان؟ واحد واقف. خلفية بيضة اصلا يعني. ماشي اوكي. هي الفكرة ايه؟ ايه؟ واحد مركز. اوكي، هي الفكرة كلها ان احنا عندنا هدف واحد، ان الاولاد يكونوا بيحبوا الكتاب المقدس ويكونوا هم طول الوقت متشجعين ان هم يقروه ويكونوا عايزين يعرفوا اكتر واكتر عنه. طيب انا دلوقتي كخادم هحضر الدرس التفاعلي بتاعي علشان هم يتفاعلوا معايا وكل ده، بس في حاجة اساسية لو عملتها مع الدرس التفاعلي بتاعي الموضوع كله هينجح. ايه هي؟ اول حاجه ان انا لازم يكون عندي خطه واضحه جدا، وانا اللي اكون حاططها من الاول طبعا مع الخدام بتوعي. ازاي؟ انا دلوقتي عامل حسابي ان انا هدرس الكتاب المقدس، فانا هدرسه ازاي؟ بكون حاطط خطه ان انا دلوقتي هدرس مجموعه من الاصحاحات او مجموعه من الاسفار. طب انا هدرسها على مدى زمني قد ايه؟ هل انا هدرسها خلال شهر؟ فانا هقسم كل الاصحاحات على خلال الشهر دوت، فانا هاخد مثلا في المره الواحده 5 اصحاحات، ولا انا هاخد صفر واحد مجموع اصحاحاته قليله فانا هاخد كل مره اصحاح واحد بس الاولاد يكونوا مركزين معايا. فانا من الاول لازم اكون محدد كويس قوي انا الخطه بتاعتي عامله ازاي، هحضر ايه، هعمل اصفار ايه، وكل صفر هياخد معايا فتره زمنيه قد ايه، علشان لما اجي احضر اكون عامل حسابي انا النهارده حضرت درس كذا لان المره الجايه هنكمل عليه اصحاحات كذا. تمام؟ طيب ندخل بقى في صلب الموضوع كده. انا دلوقتي عايز احضر درس تفاعلي. الفكره ايه عندي؟ ان الدرس ما يكونش مجرد ان انا بلقي كلام اللي هو يا حبايبي عاملين ايه النهارده، هناخد 1 2 3 وعمل. لا، فكرة الدرس التفاعلي ان انا بقول حاجة والمخدومين بتوعي بيردوا عليا، بيتفاعلوا معايا لحد اخر وقت. اوكي؟ عندي عناصر كده للدرس التفاعلي بتاعي ببدأ ان انا احضر على اساسها. دي بتبقى النقط الرئيسية كده زي جايد لاين كده بحط عليه الدرس بتاعي. عندي اول حاجة هي النص الكتابي، عايزاكم تركزوا معايا عشان هنسمع كلنا. اول حاجة النص الكتابي، بعد كده بعد ما بقرا النص الكتابي اللي انا محدده بطلع الهدف اللي انا عايز اوصله للمرحله اللي انا بخدمها. تالت حاجه العصف الذهني، احنا كل حاجه هنشرحها بس بنحط العناصر الاول. بعد كده الانشطه التفاعليه اللي بعملها مع الاولاد خلال الفصل. اخر حاجه معايا تجميع الخيوط. يبقى تعالوا نقول مع بعض تاني. اول حاجه ايه؟ النص الكتابي. تاني حاجه الهدف. تالت حاجه عصف ذهني. رابع حاجه اخر حاجه اوكي ركزوا عشان هنرجع لهم تاني. ماشي؟ اول حاجه قلنا ايه؟ النص الكتابي. انا مش عارفه ظاهره عندكم كله ولا لا. ماشي، اول حاجه زي ما استاذ عاطف قال لنا في الاول ان لازم وانا داخل الفصل بتاعي يكون معايا الكتاب المقدس الورقي بتاعي، وانا كمان بحضر لازم يكون معايا الكتاب المقدس الورقي بتاعي. ايه الفكره؟ لان انا دلوقتي ببقى ماسك الكتاب لما بيبقى فيه حاجه انا ببدا اعلم على النقط الرئيسيه اللي اقدر اتكلم فيها مع الاولاد. ممكن وانا بقرا مثلا الجزء دوت احط مثلا ايه زي نجمه كده على ايه لمستني ممكن ااكدها قوي وانا بتكلم مع الاولاد بتوعي. يبقى زي ما اتفقنا الكتاب المقدس الورقي معايا وانا بحضر وانا في الفصل. احيانا ممكن الاولاد يقولوا ايه دي موضه قديمه ان الاستاذ داخل بالكتاب المقدس الورقي. لا، هي مش قديمه ولا حاجه، الكتاب المقدس هو وهو اللي في ايدينا. يمكن الموبايل هو بيسعفنا لو انا في مواصله ومش معايا الكتاب المقدس بتاعي، بس طول ما انا داخل في الكنيسه وفي الفصل بتاعي لازم الكتاب المقدس الورقي وهو مش موضه قديمه ولا حاجه. تاني حاجه لازم احدد الجزء اللي انا هقراه او الجزء اللي انا هوصله مع الاولاد. انا عندي اصحاح كبير حوالي 60 ايه، هل انا هقدر ان انا اشرح ال60 ايه؟ طب انا اوكي هشرحهم، هل هخلي الاولاد هيقروا 60 ايه معايا ولا هكون محدد جزء معين هو اللي هوصله للاولاد؟ فاول حاجه زي ما اتفقنا الكتاب المقدس معايا، بحدد النص اللي انا هقراه مع الاولاد. تالت حاجه بكون مجهز جدول
بالكلمات الصعبه اللي احنا اخدناها في المحاضره الاولانيه. ما ينفعش ان انا اكون داخل بشرح للاولاد وحد فيهم يجي يقول لي يا ميس او يا استاذ الكلمه دي معناها ايه، واقول له ايه هي في نص الكلام كذا. لا، احنا بنبقى محتاجين ان احنا باستمرار نوصل لهم الكلمات الصعبه عشان يكونوا حاسين الكتاب المقدس ينفع يتقري وينفع يتفهم. فاهمين؟ فزي ما اتفقنا اول حاجه كانت عندنا ايه في العناصر؟ النص الكتابي. بكون اول حاجه داخل بالكتاب المقدس الورقي. تاني حاجه بكون دارس كويس قوي النص بتاعي وابقى محدد ايه الايات او الجزء او النصوص اللي انا هوصلها للاولاد. واخر حاجه هي الجدول بالكلمات الصعبه. تاني عنصر معايا ايه؟ شطار. الهدف. انا دلوقتي قريت النص بتاعي، ممكن في النص الواحد حوالي 3 أو 4 اهداف. اوكي، انا بشوف انا عايزه اوصل لهم ايه. يمكن النهارده عندي 3 اهداف، بس المره الجايه النص اللي هشرحه بيناقش هدف معين بقوه، فانا مثلا ممكن اجله من المره دي احطه المره الجايه. فهمتوا قصدي؟ فانا اول حاجه بكون محدد الهدف بتاعي. طيب انا عندي 3 انواع من الاهداف. اول حاجه الهدف المعرفي، انا عايزاهم ان هم يطلعوا النهارده عارفين قصه معينه، عارفين مثلا ان انا مثلا قريت سفر الخروج، فانا عايز بس اعرفهم ان شعب بني اسرائيل وهو خارج في البريه عدى من منطقه كذا لمنطقه كذا. بس دوت هدف من ضمن الاهداف. في هدف تاني مثلا عندي هدف وجداني. ايه الهدف الوجداني ده؟ ان انا عايز اخليهم يحسوا احساس معين النهارده. احساس مثلا انا هقرا القصه بتاعه موت لعازر، فانا وانا بحكيها هوضح قوي ان السيد المسيح كان ازاي بيحبه وراح وقعد عنده وخلى الناس كلها تيجي في بيت لعازر، وكمان بعد ما لعازر مات هو المسيح بكى. فهمتوا؟ فانا عايزه اوصل لهم ان السيد المسيح بيحب وبيبكي وبيبقى متضايق زيه زينا. فاهمين؟ يبقى دوت من الاهداف بتاعتي. الهدف وجداني ان انا عايزهم يحسوا احساس معين. عندي مثلا من ضمن الاهداف بتاعتي هدف سلوكي، ازاي اتصرف لما حد مثلا يجي يعاديني او يجي يخاصمني، او مثلا انا عايزه اصالح حد هعتذر له كام مره. طب لو هو ما وافقش على الاعتذار بتاعي هخلي حد تاني يدخل بينا. فاهمين؟ يعني انا دلوقتي بعد ما بحدد الهدف بقول عايزهم يحسوا حاجه معينه، ولا عايزهم يطلعوا بمعلومه ودي كفايه قوي عندي، ولا عايزهم يتصرفوا تصرفات معينه عندي. يبقى تعالوا نراجع تاني. عندي اول عنصر ايه؟ النص الكتابي. تاني حاجه شطار خالص. تالت هدف عصف الذهن. ايه بقى فكره العصف الذهني؟ الولد بيدخل الفصل بيبقى لسه خارج من ماتش كوره، البنات لسه كانت عاملين تيك توك بره، في حد كان في النادي، في حد كان في خناقه ولسه جاي، في حد لسه كان بيتكرم فوق، في حد لسه معرفش يحل المسابقه. كل واحد بيبقى متشتت. فانا ببقى عايز ايه؟ عايز الاولاد كلهم يركزوا معايا، فبعمل حاجه اسمها عصف ذهني. بعمل ايه عصف ذهني؟ ان انا بثير اهتمامهم وتركيزهم. بخلي بدل ما كل واحد عامل كده، الفصل بتاعي كله بيبقى مشع كده لبره، ببقى عايزه اجمعهم كلهم في نقطه واحده. فبعمل ايه؟ بعمل عصف ذهني دوت مدته من 3 ل 7 دقائق. ليه مدته من 3 ل 7 دقائق؟ علشان انا بعمل فقره معينه في الاول ملهاش، انا فيها في العصف الذهني ديت مش بقول الدرس بتاعي عن ايه، بس بثير اهتمامهم عشان اخليهم يركزوا معايا، وفي نفس الوقت بيكون ليه علاقه شويه بالدرس. هقول لكم ازاي. انا عندي من بعض الوسائل عندي سؤال محكم. يعني ايه سؤال محكم؟ انا دلوقتي عايزه اتكلم عن قصه يوسف، فمثلا ممكن ابدا في الاول يا جماعه قولوا لي ايه الوان الموضه السنه دي؟ ده سؤال، فكل واحد بقى هيقعد يركز ده الموضه السنه دي لون كذا، طب لونين كذا. دوت مثلا سؤال. عندي مثلا اختبار مثلا ممكن اعمله كده في الاول. انا دلوقتي عايزه اتكلم مثلا عن شخصيه بطرس وانها ازاي اندفاعيه، فانا مثلا ممكن اعمل اختبار شخصيه في الاول وكل واحد يطلع شخصيته عباره عن ايه، وبعدين هنيجي نتكلم ونروح قايلين ايه، طب عارفين ان الشخصيه اللي عامله كذا هي كانت زي شخصيه مثلا بطرس، وابدا ان انا اتكلم. ديت حاجه انا اثرت اهتمامهم وخليتهم يركزوا معايا ويعملوا حاجه بايديهم، وفي نفس الوقت ليها علاقه بالدرس اللي انا عايزه اشرحه. عندي من ضمن الافكار بتاعتي افكار بره الصندوق، زي مثلا الوسائل السمعيه والبصريه. ممكن مثلا اجيب لهم فيديو
بيتكلم مثلا عن المحبه، وانا اصلا بعد كده هتكلم عن موضوع المحبه مثلا بين اخوات يوسف، فاهمين؟ هتكلم مثلا ايه، هسمعهم زي صوت معين عشان يحسوا احساس معين ليه علاقه بالدرس. يعني هقول لكم على حاجه، كان في خادم قبل كده كان عايز يتكلم عن نوح والفلك بتاعه وكل الكلام ده، فدخل في مره الفصل وهو معاه قفص عصافير بس. فهو دخل، فاول سؤال ساله، اول حط القفص كده وراح قال لهم قولوا لي بقى العصافير دي اصلا جات لنا ازاي، موجوده من امتى، وابتدى يتكلم معاهم. فالاولاد ابتدت تركز، هما ما حدش فيهم ربط ان هي ليها علاقه بنوح عشان هي اخر حيوانات كانت متبقيه برضو معاه. فهمتوا الفكره؟ ان انا بجيب افكار بعيده عن ذهنهم دلوقتي بس هي ليها علاقه بالدرس بتاعي، وتكون مدتها من 3 ل 7 دقائق، لانها لو زادت عن 7 دقائق بيبقى خلاص هو الاولاد هيبتدوا ان هم يتشتتوا عنه. اوكي، تعالوا بقى نراجع. كان اول حاجه عندي في العناصر ايه؟ النص الكتابي. تاني حاجه الهدف. تالت حاجه عصف الذهني. شطار خالص. عندنا بعد العصف الذهني الانشطه التفاعليه. ايه فكره الانشطه التفاعليه؟ هي الطريقه اللي بقدم بيها النص بتاعي. انا خلاص شديت انتباههم كلهم وخليتهم كلهم مركزين معايا، دلوقتي هبدا اشرح النص بتاعي. هشرحه ازاي؟ بصوا، هي فكره الوسائل ان انا بجيب طريقه اخليهم بيتفاعلوا بيها معايا. اوكي، يعني عندي من ضمن الوسائل بتاعتي وسائل حسيه، عندي وجدانيه، عندي سلوكيه. يعني مثلا انا عايزاهم ان هم زي ما اتكلمنا مثلا في الاول عن شخصيه بطرس وقلنا الاختبار، هنبدا بقى نتكلم ونعمل تحليل لشخصيته اكتر واكتر، وبعدين هنقرا النص الكتابي، او هيكون العكس. دوت من ضمن الطرق. عندي طريقه تانية ان انا مثلا بتكلم عن سفر المزامير. طب المزامير انا هعملها ازاي؟ هل هنقعد نرددها طول الوقت في الفصل ونقعد نشرح المعنى بس؟ لا، انا ممكن اعمل طريقه تانية، ممكن اقدمها في طريقه الكلمات المتقاطعه، او مثلا بطريقه الكنز، ان هم يقعدوا يدوروا على الكلمات وان هم يرتبوها وبعدين يطلعوا المزمور بتاعها. فهمتوا الفكره؟ يعني ان انا بعمل الطريقه اللي تخليهم يفهموا الدرس بتاعي، مش بالالقاء بس بالوسيله اللي انا محضراها، ان كان بلعبه مثلا زي السلم والتعبان، زي قلنا الكلمات المتقاطعه. مثلا الاولاد دلوقتي بقوا مايلين للتكنولوجيا اكتر، فمثلا انا هشرح الدرس وابعت لهم الاسئله بطريقه مثلا لينك على الواتساب دلوقتي، واخليهم كلهم يفتحوا ونشوف اسرع واحد يقدر ان هو يحل معايا الاسئله وانا بشرح. سوري، اوكي ماشي. انا دلوقتي عندي افكار كتير. اتفضلي. مش كل الناس عندها نت. ما انا دلوقتي هقول لكم ازاي احنا هنختار الوسيله. انا عندي افكار كتير قوي وانت عندك افكار كتير، وكلنا دلوقتي بقت متجمعه عندنا افكار كتير بره الصندوق. طب انا هختار الوسيله بتاعتي ازاي؟ اول حاجه تكون تفاعليه، يعني انا والمخدوم هنشترك فيها وانا والمخدوم هنتفاعل مع بعض جواها. تاني حاجه تكون مناسبه لسنهم، يعني ما ينفعش اجي لسن ثانوي مثلا واجي اقول لهم ايه تعالوا ارسموا معايا او لونوا معايا صوره توبيا مثلا. مش هيعملوا كده، مع انها وسيله حلوه بس مش هيعملوا عشان هي مش مناسبه لسنهم. ولا هاجي مثلا للاطفال اقول لهم ايه تعالوا نعمل تحليل شخصيه. هما مش فاهمين يعني ايه تحليل ومش فاهمين يعني ايه شخصيه، فاهمين؟ فانا تاني حاجه ان انا اكون شايفه سنهم يناسبوا ايه من الوسائل اللي عندي الافكار بتاعتها. تالت حاجه تكون مرتبطه بالهدف. يعني انا مثلا عندي الهدف المحبه وبتكلم النهارده عن المحبه، ما ينفعش تكون الوسيله بتاعتي بتتكلم مثلا عن الانتماء. طب دي حاجه ودي حاجه، لازم اكون عندي الافكار وازاي اربطها بالهدف بتاعي. ما ينفعش تكون الهدف في حته والوسيله بتاعتي في حته تانية. هما نفسهم الاولاد هيتشتتوا وممكن يسيبوا لي اللعبه اصلا او الوسيله اصلا، مش هيتفاعلوا معايا. بعد كده تكون مرتبطه بالواقع. كان في حد هنا في الاول قال له استاذ عاطف ان هو يعني شايفين الكتاب المقدس في حته ودلوقتي المجتمع في حته. هي الفكره مش كده، هي الفكره لو احنا وصلنا لهم الكتاب المقدس بطريقه واقعيه زي دلوقتي
هما هيحبوا الكتاب المقدس. يعني مثلا في حد من الخدام في مره دخل شرح لنا الموعظه على الجبل بطريقه الواقع. قال لنا ايه؟ قال لنا كل واحد يكتب قدامه مشكله حصلت او خناقه حصلت بينه وبين حد من الخدام او حد من صحابه، وابتدينا كل واحد كتب المشكله بتاعته، وبعدين قال لنا كل واحد بقى يقول حل المشكله بتاعته ازاي. بعد ما كلنا اتكلمنا راح جاب بقى الكتاب المقدس، وتعالوا نفتح الموعظه على الجبل ونشوف السيد المسيح اتكلم ازاي لما يكون حصل مثلا خناقه زي كده. فهمتوا الفكره ازاي؟ ازاي ان انا اربط الكتاب المقدس بالواقع. بالعكس، ده الكتاب المقدس معمول اصلا علشان نعرف نعيش بيه. تمام؟ فما ينفعش ان انا اكون بشرح حاجه في الكتاب المقدس وبعد ما اخلص اقول خلاص ده كان وقتها. لا، هو مش كان وقتها، هو احنا دلوقتي عايشين بالكتاب المقدس. تمام؟ وتكون بعد كده اتفقنا انها تكون ممتعه ومتغيره. احنا بنحاول دايما ان احنا نعمل تكون الافكار بتاعتنا حلوه، تكون جذابه ليهم. دلوقتي مثلا الاولاد مش بيحبوا ان هم يقعدوا يرسموا ويلونوا، خلاص مش علشان عرفنا الفكره ديت وانها تكون لذيذه خلاص نروح عاملينها. لا، انا عشان عارف ان الاولاد بيحبوا مثلا الافكار ان هو التلوين او ان هم يعملوا المكعبات، فخلاص اعمل الممتعه ليهم هم مش الممتعه ليا انا، وتكون متغيره. يعني انا مثلا بشرح مثلا قضاء، فانا واخده سفر القضاء الشهر دوت، ما ينفعش ان انا النهارده بشرح القضاء هحكي عن الشخصيه والمره الجايه هحكي عن الشخصيه. لا، انا المره دي هحكي عن الشخصيه ونعمل لها مثلا تحليل شخصيه، المره الجايه هنعمل لقاء صحفي، المره الجايه هنعمل مثلا لعبه بتتكلم عن الشخصيه زي مثلا لعبه عروستي. ففكره الوسائل انها تكون ممتعه ومتغيره. اخر حاجه تكون مناسبه للوقت والمكان. يعني ايه؟ انا دلوقتي جهزت لعبه هي حلوه جدا، بس اصلا مده الفصل بتاعي نص ساعه، ضايع منهم من 3 ل 7 دقايق في الاول عصف ذهني، خلاص اللعبه كده مش هعرف اعملها. فلازم وانا بحضر اللعبه بتاعتي او الوسيله بتاعتي اكون عارف هي هتاخد وقت قد ايه، هل مناسبه للوقت بتاعي ولا هتكون اكتر، ولو اقل هعمل ايه بعد كده في باقي الوقت بتاعي. تمام؟ ايه كمان؟ تكون مناسبه للمكان. ما ينفعش اكون عامله لعبه كلنا بندور حوالين بعض والفصل اصلا متر في متر، او مثلا عاملين لعبه واحنا قاعدين محدش فينا بيتحرك من مكاننا والفصل كبير او كنيسه كبيره. طب ما احنا ممكن نستغل المساحه. كمان حضرتك قلتي ان هو مش كل الاولاد معاهم نت، مفيش مشكله، مش لازم اعمل لهم نت، ممكن اعمل مسابقه واسرع واحد هيحل المسابقه ويجيبها لي هو الكسبان. ممكن اقسم فرق. الاولاد دلوقتي بتبقى كلها بتتصارع على حته التحدي، ومين الاسرع ومين الاول ومين الاشطر، فكلنا نعمل حاجات تحدي. مش شرط ان انا ابعت لهم حاجه على النت، ما دام مش متاح نت مفيش مشكله، ممكن اعملها وانا قاعده، اسرع واحد يحل ويجيبها لي، اسرع فريق. تمام؟ طيب انا دلوقتي جبنا الافكار، في ناس مش عارفه تجيب الافكار، صح؟ يعني انا قلت شويه افكار وفي منكم جمع كام فكره حلوه دلوقتي في دماغه. طيب انا دلوقتي هجيب فكره اصلا ازاي؟ انا واحده ما عنديش الافكار دي ومحدش علمهاني ومحدش ادهاني. طب هعمل ايه؟ اول حاجه لازم وانا بختار الفكره تكون بره الصندوق. يعني ايه بره الصندوق؟ تكون مختلفه، ما اتعملتش قبل كده، او لو حتى اتعملت قبل كده ممكن اغير فيها على حسب الفئه اللي قدامي، ان كان السن او الوقت او المكان، وانها تكون متغيره وتكون بتبسطهم، تكون من اهتماماتهم. كمان تكون زي ما اتفقنا انها تكون متسقه بحياتنا دلوقتي، وتقدر انها تحل المشاكل والمواجهات اللي الاولاد بيشوفوها، مش مجرد تكون حاجه كده احنا بنلعبها او بنعمل بيها في وقت وهي اصلا ملهاش علاقه بالمشاكل او التحديات اللي احنا بنمر بيها دلوقتي. طيب دلوقتي خلاص انتوا كده فهمتوا هنفكر ازاي وهختار الوسيله بتاعتي ازاي. طيب انا دلوقتي فهمت كل ده، بس محدش برضو قال لي هجيب فكره ازاي، ابدا منين. ممكن اول حاجه ان انا اشوف الدرس دوت، انا مثلا هشرح قصه يوسف، اشوف الدرس ده كان بيتشرح ازاي، الناس كانت بتستخدم ايه، بتعمل ايه الوسائل اللي كانوا بيعملوها. مفيش مشكله ان انا ابص واسال، هي حضرتك كنتي شرحتي الدرس ده شرحتيه ازاي، كنتي وصلتي فيه ايه. ففكره ان انا اخد من خبرات الناس اللي قبليه دي حاجه هتساعدني ان انا اطور من الخبره اللي عندي.
تاني حاجة ان انا نعمل ورش عمل ونعمل فيها عصف ذهني. ازاي؟ انا قاعدة انا ومجموعة خدام، كل واحد في فئة عمرية مختلفة، ودي حاجة بتبقى من المميزات اللي في الخدمة بصراحة. ليه؟ لان كل واحد عنده وجهة نظر حسب سنه، فكلها بتبقى متسقة مع بعضها عشان تفيد الاولاد بتوعي. فانا دلوقتي قاعدين كلنا جروب بنطلع افكار، فبنعمل عصف ذهني. ففكره العصف الذهني ان انا مش بحكم على فكره الراي اللي قدامي، فكره اللي قدامي او رايي اللي قدامي. يعني مثلا حضرتك طلعتي فكره، ما ينفعش اقول لك لا فكرتك مش حلوه، لا حضرتك طلعتي فكره وحضرتك طلعتي فكره وحضرتك اخدتي الفكرتين وطلعتي عليهم فكره ثالثه. فهمتوا الفكره؟ انا دلوقتي قاعدين جروب من مراحل عمريه مختلفه، يعني جروب الخدام بنعمل عصف ذهني، كل واحد بيطلع فكره يعني مش بنعلي على بعض، بس بنغير في الافكار بتاعتنا لحد ما نلاقي المناسب للاولاد بتاعنا. اخر حاجه بستعين بخبرات الاخرين لنفس الموضوع. زي ما اتفقنا ان انا بسال حضرتك تشرح دوت ازاي؟ حضرتك مثلا شرحت الدرس ده، هتقولي مثلا ما شرحتوش. طب حضرتك اتكلمت عن المحبه، هتقولي اه. طب حضرتك شرحت المحبه ازاي قبل كده؟ فمش مجرد ان انا بشرح درس وبس، انا بعمل طريقه تفاعليه، الاولاد يتفاعلوا معايا بطريقه ممتعه تخليهم هم اللي بعد كده يكونوا متشجعين ان هم يفتحوا الكتاب المقدس ويكونوا مستنيين المره الجايه هناخد ايه. طيب تعالوا نراجع مع بعض العناصر. كانت اول حاجه ايه؟ انتوا نمتوا خالص. ايه؟ نص الكتاب. تاني حاجه الهدف. تالت حاجه الانشطه التفاعليه. اخر حاجه تجميع الخيوط. دي برضو عامله زي العصف الذهني كده. في الاول كانت مدتها من كام لكام؟ مش عارفه ظهرت ولا لا، بس من 3 ل7 دقايق. برافو. هي فكره تجميع الخيوط ان انا بقول احنا يا حبايبي النهارده اخدنا ايه؟ اخدنا 1 2 3 ووصلنا لهدف كذا، وبكون متاكده في تجميع الخيوط ان انا وصلت الهدف بتاعي. وفي الاخر بدي التطبيق الحياتي اللي هي الخطوات اللي يعملوها في حياتهم عشان توصلهم للهدف ده. ففكره تجميع الخيوط ايه؟ ان انا بجمع كل اللي انا اديته على مدار اليوم النهارده، ان احنا اتفقنا ان كان في شخصيه 1 2 3 عملوا كذا ووصلنا لهدف كذا، وعلشان نعمل كده هنعمل ايه؟ هنمشي بالخطوات اللي احنا اديناها. تمام؟ تعالوا نراجع مع بعض العناصر كلها تاني. اول حاجه ايه؟ نص الكتاب. تاني حاجه الهدف. تالت حاجه بعد كده انشطه تفاعليه. اخر حاجه اوكي شطه. اتفضل. ساعات كتير بنضيع وقت كل دوت قبل ما نحضر اصلا. يعني عايز اقول ان احنا بناخد درس يوم الجمعه، الخادم بيبدا يفكر في كل المسائل اللي ضاعت من يوم السبت مثلا، هو المفروض يقعد يحضر جامد قوي فكل دي هتطور معاه. هو مظبوط زي ما حضرتك قلت ان هو فعلا بياخد وقت، وبالذات في الاول لو احنا مش متعودين ان احنا نطلع افكار ايه ماشي. ما احنا زي ما اتفقنا من ضمن الخطه بتاعتنا او العناصر بتاعتنا ان احنا بنبدا ان احنا نقرا النص بتاعنا صح، وبنطلع الهدف، وبعديها بعد ما طلعنا النص والهدف بتاعنا مش عارفه في صوت، بعد ما نطلع النص والهدف بتاعنا بيكون بعد كده الوقت اللي متبقي بطلع فيه العصف الذهني للافكار اللي احنا هعملها في الاول، وبعدين للوسائل بتاعتنا. في الاول هياخد مننا شويه وقت بصراحه لو احنا مش متعودين ان احنا نطلع افكار. واحده واحده هنعرف بعد كده ازاي هنفكر وازاي نطلع افكار، والفكره بتجيب فكره. وزي ما اتفقنا ان احنا بناخد افكار من الناس اللي حوالينا وبنقعد نغير فيها لحد ما تناسب السن بتاعنا. حد عنده اي سؤال تاني؟